السلام عليكم، بخير، كيف الحال؟ اليوم سنتحدث عن نهائي كوبا أمريكا، ونخصص هذا الفيديو للحديث عن لقاء الأرجنتين وكولومبيا المميز، والذي كان مليئا بالإثارة والقوة. انتهى الشوط الأول بصفر لمثله، واستمر التعادل حتى في الشوط الثاني، لينتقل الفريقان للعب الأشواط الإضافية. وقد أصيب ليو ميسي إثر احتكاكه مع لاعب كولومبيا على مستوى كاحله الأيمن، ما أدى إلى انتفاخ قدمه وبكائه الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إثر خروجه وعدم مساعدته الفريق في تسجيل هدف. في الشوط الإضافي الأول بقيت النتيجة على حالها، لتتغير مطلع الشوط الثاني، وفي الدقيقة 112 حيث نجح لوتارو مارتينيز في تسجيل هدف لصالح الأرجنتين، وهو اللاعب الذي تألق في هذه الكوبا وحصد هداف البطولة، لتنتهي المباراة بأشواطها بهدف لصفر، وتتوج الأرجنتين بالنسخة الثانية على التوالي من كوبا أمريكا. مبروك لجماهير الأرجنتين، وخاصة محبي ليو ميسي، هذا التتويج.